وهقول عنك مواويل وهقول عنك حكايات. ازاي يا حبيبتي رغم البعد مفيش بينا مسافات، قلنا نتفارق يوم وبعدنا كده كام يوم، وبرغم البعد ساعات برجع وبحن في يوم. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وانا لو على قلبي فحن عشانك فجأة ومات، وانا مهما يقولوا بشوفك غير كل اللي اتقال. تسحرني عيونك لو قابلوني واقول يا سلام، كان فين من بدري وجودك جنبي يا احلى ملاك. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات، وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات. وادي حالي معاك بسهر ليكي اوقات، وترد نجوم الليل تبعتلك السلامات. وقالوا عليك ان انت عليكي قاسية ومفيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت بقيتي حد ناسي لنفسه زمان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الايام. وقالوا عليك ان انت عليكي. بكا شكلك كان حلو قوي النهارده. يفهم معاك فيا بتاع ديما، مش بتاع ديما يا جمانة والله، بس هرجع تعبانة وعايزة ارتاح. فاكهة التاج ده؟ لا مش فاكهاه. ومش عاوزة افتكره عشان بيفكرني بحاجات انا مش بحبها. ومنين بقى مش فاكهاه وبتقولي بيفكرني بحاجات مش بحبها؟ وبعدين يعني ايه اخرة طريقتك مع ديما؟ انت عارفة كويس انه مش بايدي. اه فعلا مش بايدك، امال بايد مين؟ متقلقيش يا جمانة، وهيب قوي كل حاجة هتنتهي. هو انت بتخطط لحاجة؟ مش بخطط لحاجة، بس حاسس انه قريب كل حاجة هتنتهي. فعلا كل حاجة هتنتهي، بس ما بيننا. عن اذنك بجد النهارده كان يوم متعب وعاوزة ارتاح شوية وانام. وعارف انك لسه صاحية على فكرة، وعايزة اقولك هانت كل حاجة وحشة هتنتهي. اعمل لك مفاجأة قريب على فكرة. بجد؟ مفاجأة حلوة كمان ومتأكدة انها هتعجبك. طيب اما نشوف. لا الصراحة بس الحفلة النهاردة كانت حلوة قوي، مع انها كانت صغنونة وما طولتش، بس بجد كانت تحفة. فعلا والله معاكي حق يا بنتي، احنا بقالنا اكتر من شهر قاعدين هنا ويا ريته بيتنا. ايه ده تصدق صح، انا كنت ابتديت اتأقلم ان هو بيتنا والله. لا ما تنسيش كده بقى، احنا مش في بيتنا ها. هي الساعة كام دلوقتي؟ ايه ده؟ يا زلمة من ديما، وهي بتبعتلي ليه واحنا في نفس البيت اصلا؟ ايه ده؟ هو انا فين؟ اه صح البيت. هو النهارده ايه؟ ياه، ده النهارده يوم مميز اوي. كويس انا لقيتك. عايز ايه؟ لا عايز مش عايز حاجة، انا كنت نازل. يا ديما في ايه؟ كنتي بعتلي ليه؟ ما فيش، بس كنت قاعدة لوحدي وزهقانة، وانت الصراحة نمت كتير قوي النهاردة، وانا كنت قاعدة زهقانة بس كده. الله يخرب بيت ام طريقة الكلام المستفزة دي. اما انا اصلي كنت نايمة وعشان كنت نايمة شايفيه. طريقة مستفزة بس كده. المهم بقى انت عامل ايه يا بسومي؟ الحمد لله تمام. ايه رايك مثلا لو نسهر النهارده نتفرج على فيلم؟ طيب تمام كويس اوي، انا بحب اسهر واتفرج على افلام.
بس هنتفرج على فيلم ايه بقى؟ هي البت دي كل شويه تتكلم بطريقه مختلفه، يعني هي للدرجه دي مصطنعه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، احنا في شهر هجب مش عايزين نجيب في سيرة الناس. يا صباح الخير يا تميم. صباح النور. مالك متعصب كده ليه؟ وهو ايه اللي بيعصبني في الحياة غير هديمة؟ صح والله. طيب يلا معلش ما تتعصبش بقى يعني، بس متعصب ليه؟ هي بتعمل ايه؟ بطريقتها المستفزة اللي كل شوية تتغير دي، نفسي افهم طريقتها ازاي. لا هو انت عمرك ما تفهم طريقتها، دي واحدة مصطنعة يعني ايه، لو قعدت من هنا للسنة الجاية برضه مش هتفهم طريقتها. صباح الخير. صباح النور، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. انتي كويس؟ جمانة احسن لك، ولا تدخلي المطبخ ولا تدخلي الصالة، يعني بصي خليكي هنا ما تعديش التوقة دي. ايه ده ليه؟ دمك هيتحرق زي امبارح بالظبط. وهو انا امبارح قلتلك ايه؟ لا مش فاكرة الصراحة. اصلا انا هفتح وانزل. ايه ده رايحة فين؟ رايحة الشغل. صح والله فكرتيني، انا كمان ورايا شغل مهم جدا في الشركة. لا انا رايحة القسم. طيب تمام. ايه ده يعني هتسيبوني انا والاخ اللي هناك ده مع ديما؟ لا يا حبيبتي، ما انت جايه معايا عشان وراكي شغل. اجي معاك فين ببطني دي؟ هتيجي يعني هتيجي، ما احنا مش عاوزين البت يطلع دمها محروق بسبب ان هي هتفضل قاعده شايفه الاتنين اللي جوه دول. طب دلوقتي جمانة نزلت، انا وانت هننزل نروح الشغل امتى؟ يعني ساعتين 3 ساعات. ماشي وماله، اقعد في البيت شويه. هو الناس كلها بتفطر حاجه خفيفه الا احنا ما شاء الله يعني ما بنفطرش حاجه خفيفه خالص. صح، نسيت اقول لك حاجه. ايه؟ ما انت دايما لسه بتنسى تقولي كل حاجه. مش فالح تقول اي حاجه غير يا عم باسم بتاعك ده. لا هو اصلا حتى بس ما يعرفش. اسمه ايه؟ ادهم هيتقدم لهمس. في ايه؟ ولا كأنك ولا كنت تعرفي؟ ما انت اكيد عارفه. ايوه عارفه بس اتصدمت. يعني امتى؟ يعني يومين 3 كده. حددته يعني؟ حددنا كمان 3 ايام بالظبط. يا بنتي بطلي تتصدمي، في ايه؟ يعني معلش الصراحه الموضوع صدمه شويه. هو انا مش عايزه اصدمك، بس غباء ادهم خلاه ان هو يروح يشتهي الشقه قبل ما اصلا بابا يوافق. هو غالبا عنده ثقة زيادة قوي ان هو هيتوافق عليه. ايوه يا بنتي، ادهم ما يتوافقش اصلا. طيب بما انك اخو العروسة اللي هي همس حبيبتنا، وان انت برضه تقدر ترفض وتقدر تقول لباباك انه يرفض، فخلي باباك يرفضه علشان يعني ايه فلوسه تروح على الارض. انا فاعلة خير طبعا. بقول لك يا تميم، هي فين سوزي؟ وانت مالك؟ معلش يعني، اصلي بقالي فترة مش لاقي جمانة ودورت عليها في البيت مش لاقيها، فاكيد هتكون مع سوزي. هتكون مع سوزي ازاي بقى وهي سوزي بتلبس عشان نازلين؟ طب ما تعرفش جمانة فين وهي تفهم معاك في ايه؟ والله يعني جمانة مهاتي لو انت مش واخد بالك يا تميم. وانت لسه فاكر دلوقتي؟ فاكر ايه؟ مش فاهم. لسه فاكر انها مهاتك وانت سما ما بتسألش عليها؟ مش فاهم، انا كنت اخوها عشان تدافع عنها مثلا؟ على العموم يا سيدي عشان ما وجعش قلبك كتير، جمانة نزلت الشغل. وهي نزلت الشغل ازاي وهي لسه اول امبارح كانت في المستشفى وعامله حادثه؟ والله انت لو كنت مهتم واخد بالك منها ما كانتش نزلت. ادوه البايع اللي مش مهتم غير بديمة. يوه فعلا كله غلطتي انا. يلا يلا. يلا على مكتبك يا هاني. ايه التهزيق ده؟ طيب ماشي يا سيدي. حضرة الضابط جمال، وقت الشغل انتهى من بدري والوقت اتأخر جدا. الساعة دلوقتي 12 بالليل. ايه ده بجد؟ انا اسفة معلش ما حسيتش بالوقت خالص بجد. ما كنتش مهتمة بس غير اني اخلص كل الشغل اللي كان ورايا.
عن اذنك. بجد انا تعبت جدا في الشغل، بس على الاقل خلصت جزء كبير جدا من اللي كان متراكم عليا في الشغل. بعد كده لازم انزل كل يوم الشغل، ما ينفعش كده. ايه ده؟ انا سامع صوت غواشة جامدة في المطبخ، ولا كأن في حد في المطبخ. مين هيبقى في المطبخ يعني الساعة 12؟ حرامي مثلا؟ ايه ده؟ عملت لك وافل عشان تاكليه وانت بتتفرجي على الفيلم، عشان عارف انت بتحبيه. ايه ده بجد؟ يا انت لسه فاكر ان انا بحبه؟ طبعا، وهي دي حاجه تتنسي برضه. يلا بقى عشان الفيلم هيبتدي. يعني دلوقتي انا عملت ايه وحش بس عشان يحصل لي كل ده يا ربي؟ عملت ايه وحش؟ سوزي، في صوت حد بيعيط بره. ايه ده بجد؟ انا كمان سمع صوت. ده صوت جمانة. مالك بس يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ فيه ايه؟ تاني يا سوزي، تاني. بس مش عامل اي اعتبار ليا ولا كاني موجوده. بيكلمني باوحش طريقه اصلا. ده لو كلمني يمكن انا في الاول ببين ان انا مش فاهم معايا، بس الموضوع ده بيجرحني قوي يا سوزي، والله بيجرحني قوي. انا ما عملتش حاجه وحشه لحد عشان يحصل لي كده. يعني انا عارفه ان الدنيا دوارها وان كلمه تدين تدان، بس انا ما عملتش حاجه وحشه لحد علشان يحصل لي كده. يعني يا رب نفسي حاجه واحده بس عدله تحصل لي في حياتي، نفسي حاجه حلوه بس تحصل لي. عمل الحيوان باسم ده تاني بس، قوليلي وانا هصدقه. الاستاذ قايل لي ان هو عمره ما يدخل مطبخ، وان هو اساسا ما بيحبش يدخل المطبخ، وانه مستحيل يدخل مطبخ. استاذ بعد ما قال لي كل الكلام ده، اول امبارح الاقيه في المطبخ بيغسل المواعين وعمال يغني ويحب في حد مين الله اعلم. عديتها وما خدتش موقف قوي. دلوقتي بقى هرجع من الشغل الاقيه قاعد بيحضر اكل في المطبخ، فمستغربه، فببص بيحضر اكل لمين؟ الاقيه بيحضر اكل للاستاذه ديما علشان هيسهروا ويتفرجوا على فيلم. لو قاعد بيغني ليه برضه الجمال ليه اصول وهو جماله مش معقول. الهي ربنا ياخدك يا باسم، بس ما تدعيش عليه. اقسم بالله انه كهامه، الله يخرب بيتي، يجي يطبطب عليكي ويهديكي انت كمان. انه كهامه تيجي تهزقي فيه، ولما كده عليه لا ما تدعيش عليه. استغفر الله العظيم يا رب. بنتي كرامتك فين؟ ما هو طيب برضه ما عملش حاجه. طيب يو بقى قطع الفيلم في اهم حته يرضيك كده يا بسومي؟ لا طبعا ما يهدنيش، ما تزعليش، كده القناه دي ما بتجيبش اعلانات كتير. بتحبي عصير ايه؟ في عصير ايه اللي موجود؟ في عصير مانجا وفراولة. طيب تمام، عاوزة مانجا. تمام، هجيب لك عصير مانجا عقبال ما الفيلم يبتدي. امال لو عارفة اني مش مركزة في الفيلم اصلا، كل اللي مركزة فيه الساعتين اللي جايين اللي جمانة هتنتهي فيهم. طيب ما حطيتش عصير لنفسك ليه؟ ما علشان انا بشرب قهوة بقى. طيب ماشي. ايه ده؟ هو العصير ده كان فيه ايه؟ حاسه اني دايخه قوي ومش مركزه. ايه ده؟ انا اسفه بجد، مش قصدي اوقع الحاجه، بس حاسه اني مش قادره امسك حاجه وان اعصابي سايبه، مش مركزه في اي حاجه ودماغي مصدعه. هو العصير ده كان فيه ايه؟ ما اعرفش، ممكن انت مثلا عندك حساسيه من نوع العصير ده؟ لا انا ما عنديش حساسيه من اي نوع عصير، مش عارفه بجد، دماغي مصدعه قوي. معلش خدي بس امضي على الورق ده
ايه ده؟ امضي بس. طيب ماشي. ايوه والورقة دي كمان. بس ايه ده؟ متركزيش، انت بتقولي انك دايخة صح؟ ايوه. طيب روحي نامي وان شاء الله لما تصحي بكره هتكوني كويسة. فعلا حاسة اني عاوزة انام ودايخة ومش مركزة. طب معلش ان شاء الله لما تصحي هتكوني كويسة. يلا نامي. حاضر. يلا تصبحي على خير. وبكده كاميرات البيت كلها متعطلة وعمرها ما تقدر تشتغل، وكده كل الخطوط بتاعتنا كلنا اتشالت. يعني ولا محمد ولا العميل استهي ولا اي حد على كوكب الارض يقدر يجيب مكاننا غير اللي هيكون مع الرقم ده، او بمعنى اصح الارقام الجديدة. والارقام الجديدة دي محدش هياخدها غير اهلنا وبس، ولا حتى اي صحاب. اهلنا عشان لو حبوا يطمنوا علينا، انما بالنسبة لديما فخلصنا منها، مضت على ورقة طلاق. فيا بس مجمعنا كلنا النهارده كده ليه؟ الواحد لسه صاحي فجأة ينزل يلاقي في قبيلة تحت، ويلاقي باسم بيقول يلا يا جماعة في مفاجأة. في ايه بقى؟ خلاص يا ديما يا حبيبتي ما تعيطيش، محدش هيمشي من هنا، وكلام جمانة مش هو اللي هيمشي. ايه؟ كلام جمانة؟ وانا عملت ايه؟ جمانة قلنا ايه؟ ما تبينيش انك كنت عم تعيطي امبارح، الله يخرب بيتك صوتك فضحنا. انا ما عملتش حاجة. هو في ايه؟ ما عملتيش حاجة. امال مين اللي هدد ديما امبارح بقتلها؟ ومين سبب الجرح اللي في ايديها؟ هيكون مين غيرك؟ مين غيري؟ انا ما عملتش حاجة. في ايه يا جماعة؟ انا النهارده هعمل حاجة ما اظنش انها هتفرحكم، بس هي الحل الوحيد، لان ديما مش هتمشي من هنا على جثتي. جمانة عملت ايه؟ جمانة الصح ما تعمل كده. وبعدين يعني هي جمانة ماشي ممكن تهددها، بس طب هي ليه كانت ساكتة طول الفترة اللي فاتت؟ وليه جت دلوقتي علشان خلاص تقول انها تهددها وتجرحها وتقتلها؟ ليه يعني؟ ما هي لو كانت عاوزة تعمل كده معلش دي الظابط جمانة، يعني كانت ممكن تعمل كده قدامنا كلنا، قدام اي حد من غير ما تخاف. مش عايز اسمع صوت حد. جاهزين يا جماعة عشان نعمل حفلة طلاق باسم وجمانة؟ انا ما عملتش حاجة. ايه ديما انتي طالق وطالق بالتلاتة. طب والله العظيم الواحد مش مصدق. لا ثانية والله لا زغط لكم زغط. ما شوفش وشك هنا تاني، سامعة؟ ومن ضمن الورق اللي انتي مضيتي عليه امبارح كان ورق ان كل بيوتك وكل حاجة تخصك بقت ملكي، ومن ضمنهم برضو كانت ورقة طلاقك. انتي خليتيني عايش في اكتئاب لمدة كام يوم. انا هخلي حياتك الجاية كلها جحيم ومن غير ما اعمل حاجة، بسبب عصير شربتيه بكل غباء. فاكراني ما كنتش عارف خطتك العبيطة عشان تقضي على جمانة؟ كنت عارفها، وكنت عارفها كويس قوي، وحبيت اخليكي تبقي متضايقة اكتر بسبب اني عملت اللي انا عاوزه وطلقتك قبل اللي انت كنت عاوزة تعمليه بساعة ونص. يعني كانت ساعة ونص وكان جمانة بعد الشهر عليها مش موجودة. والحقيقة ان محدش كان يعرف بالخطة دي، ومش عايزة اشوف وشك في البيت ولا في اي حتة. تروحي بقى تنتحري ولا شعرة مني هتتهز. اعملي اللي تعمليه، المهم انك تفضلي عارفة انك لغاية دلوقتي ملكيش اي حد.
ما اشوفش وشك هنا تاني، انت فاهمه؟ ليه بس؟ ليه بتسألي ليه؟ انا مش عايز اسمع ولا كلمه. ما تسمعونا زغروطه يا جماعه. هو اللي حصل ده بجد؟ يعني بجد احنا خلاص خلصنا من دينا؟ قلتلك كذا مرة يا جماعة، انا غيرهم كلهم، وهعمل المستحيل عشان تكوني مبسوطة، وهنتقم لكل واحد نزل دمعة من عينك، فاكرة؟ طب بتعيطي ليه تاني دلوقتي؟ مش مصدقة. اهم حاجة انتي سامحاني على كل اللي فات. مسامحاني؟ صعب يا باسم، صعب. يمكن انت جبت لي حقي دلوقتي قدام ديما، بس برضه تهزقتني ومسحت بكرامتي الارض كتير قوي قدام ديما. يا بنتي بطلي كدب، ده انت اللي كنت عماله تمسحي بكرامة ديما الارض. طريقتك معايا كانت اكتر من زفت حرفيا. صعب. بعد دول لسه مش مسامحاني؟ ايه دول؟ ده خاتم. ايوه، مش هتصدقي ايه اللي هنا. اظن ان انتي لسه معاكي النص التاني، صح؟ انا اسف بجد على كل لحظة زعلتك فيها، بس ما كانش في حل تاني علشان نخلص من ديما، وقريب قوي هنخلص من اي حد كان بيحاول يدمرنا. وعشان تبقوا عارفين، الكاميرات اللي كانت في البيت دلوقتي كلها متعطلة، وكل الخطوط بتاعتكم لازم تغيروها. انا غيرت الخط بتاعي وبتاع جمان وبتاع تميم وبتاع زوزي وبتاع ده فتحية، علشان محدش يقدر يوصل لنا، علشان محمد كان باعت ناس يهابونا في اي حته احنا بنروحها بسبب ان هما بيقدروا يوصلوا لنا عن طريق الخط والارقام. يعني اي حد عايز يتكلم في اي حاجه في البيت براحتكم، مبقاش في كاميرات. واحب اطمنكم، قريب قوي هنخلص من كل حاجه، ومش هيبقى فيه خوف من اي حاجه، وانا عندي خطه.